طول عمرنا في الكوره عارفين كارت اصفر وكارت احمر، لكن هل عمرك شفت كارت ابيض؟ تعال اقول لك ايه قصه الكارت الابيض اللي طلع في ماتش في البرتغال من اسبوع، ايه تاريخه والحكم بيقدر يستخدمه امتى. فكره الكارت الابيض فكره قديمه، واول واحد فكر فيها هو كان بلاتيني، لكن ساعتها كانت هتستخدم عشان نعاقب اللاعب اللي بيعترض على قرار الحكم، وقال لك ساعتها ان الكارت الابيض ده يعتبر نص كارت اصفر، اي ان اللاعب لما يتحصل على كارتين ابيض اكنه خد انذار. وفي ناس تانية قالت ان فكره الكارت الابيض دي ان اللاعب لما يعترض على الحكم هيطلع يقعد بره لمده 5 دقائق وهيقدر ينزل الملعب تاني. لكن اللي حصل بالظبط من اسبوع في ماتش الكره النسائيه في البرتغال ما بين بنفيكا وسبورتنج لشبونه كان غير كده خالص، لان الحكم كاترينا كومبوس طلعت الكارت الابيض في وش الطاقم الطبي للفريقين. طبعا الناس ساعتها كلها ما كانتش عارفه ايه الكارت الابيض ده، لكن اللي حصل ساعتها في الماتش ان حد من الجمهور تعب، وفعلا الطاقم الطبي لبنفيكا والسبورتنج لشبونه اجتمعوا مع بعض عشان يعالجوه، وبعد ما تم علاجه الحكمه طلعت في وشهم الكارت الابيض تقديرا لمجهودهم. وبعد كده عرفنا فيفا اخترعت الفكره دي تقديرا للروح الرياضيه ولاي عمل ايجابي بيحصل جوه الملعب.